سلام حبيباتي، اهلا وسهلا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وكيف ما وعدتكم انا كنعطيكم كل مره الاشياء اللي وجدتها في العيد ميلاد ديال بنتي، وكنعطيها لكم بالتفاصيل لانكم طلبتوا مني المقادير. هنا البنات غادي نوريكم الطريقه ديال الحشوه اللي درت بها الشاورما اللي جات غزاله وبنينه، وبرأي الجميع اللي كانوا حاضرين معايا. نخليكم مع المقادير. وكيف ما دائما كنقول لكم البنات ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام. ويلا معايا البنات باش نوجد لكم هاد الحشوة هادي اللي كتجي أكثر من رائعة. كيف ما كتشوفوا هنا البنات خدينا المقله ديالنا، درنا فيها بصيله ودرنا فيها صدر ديال الدجاج، كنضيفوا لها غير الملحه وشويه ديال الابزار، كنخليهم مزيان حتى يطيب لينا داك الصدر ديال الدجاج وتدبل لينا ديك البصله. صافي هنا كناخذوا الخبز ديال الطوست كيف ما كتشوفوا البنات، غادي نحاول نحلو وغادي نحاول نطاريه هكايا في واحد القالب اللي هو دائري باش يعطينا شكل دائره صغيره. هنا البنات من بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا اللي درنا فيها غير الملحه وشويه ديال الابزار، كنزيد عليها هاد لاصوص هذا الخاص بالشاورما واللي كيعطي واحد البنه اللي هي رائعه يا البنات. هادو هما المقادير ديال هاد الحشوه هادي اللي كتجي فريمون شي حاجه اللي هي بنينه. كناخذوا هادوك الخبيزات اللي درناهم كشكل الاطار دائره وكنبداو نعمروا فيهم، كنديروا شويه ديال الخس وكنديروا الحشوه ديالنا اللي هي فيها صدر ديال الدجاج، وغادي نديروا فوق منها المايز. وانتم لكم الاختيار البنات في الحشوه ديالكم كيف ما بغيتوا تضيفوا عليها شي حاجه اخرى. المهم انا عطيتكم هنا التتبيله ديال الدجاج اللي كتجي رائعه. صافي هنايا كنحاول نجمع هاد الميني شاورما بهذا المقيبط هذا الصغيور، كنبقى مستمره حتى نكمل الكميه ديالي. صافي البنات وهنا العجينه ديال البيتزا اللي انايا غادي نحاول نعطيكم غير المكونات لان ديجا دايرها في القناه. كناخذوا الدقيق كنضيفوا فيه شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وكنديروا فيه شويه زيت الزيتون، كنعجنوها مزيان كنخليوها حتى تخمر، ومن بعد كنطاريوها على شكل دائري وكندخلوها الفران، كنديروا الحشوه اللي بغينا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بيتزا ميني شاورما اللي كيجيو رائعين في الحطه ديالهم، شي حاجه اللي هي بريستيج وراقيه واللي كتقدري تقدميها لضيافك في المناسبات. هنا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش من لي لايكات ديالكم والكومونتيرات الزوينه، وانكم تبارطاجيو الفيديو، واذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ديالي فضلا وليس امرا انكم تضغطوا سبسكرايب باش دائما يوصلكم الجديد. خليت لكم الخير البنات حتى نتلاقاو ان شاء الله فلوق جديد وصفه جديده. الى اللقاء البنات، كنحماق عليكم.